أزمة بدنية ومهارات تعيد الزمن الجميل. هذا ما يمكن أن يلخص ما قدمه النجم الجزائري يوسف البلايلي في ظهوره الأول مع ناديه القديم الترجي التونسي بعد العودة من جديد على أمل إعادة كتابة التاريخ. رغم أن الجميع توقع أن ينتظر البلايلي طويلا قبل الظهور الأول مع نادي الترجي التونسي بعد العودة من جديد إلى باب سويقة، إلا أنه ظهر سريعا بقميص شيخ الأندية التونسية خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد. شارك البلايلي الذي انضم إلى صفوف الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من مولودية الجزائر، وذلك في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد. ورغم أزماته المتكررة والشغب الذي تسبب فيه خلال الموسم الماضي من الدوري الجزائري، يبقى إنجاز البلايلي بقيادة مولودية الجزائر إلى لقب الدوري المحلي بعد غياب دام ل14 عاما إنجازا كبيرا لا يمكن نكرانه، لكنه لم يتمكن من الاستمرار في بلاده بعد أزماته الأخيرة. عاد البلايلي إلى الترجي التونسي للمرة الثالثة على أمل إعادة أمجاده القديمة وحصد العديد من البطولات في الفترة المقبلة، مع ارتباط شيخ الأندية التونسية بالمشاركة في عدة بطولات محلية وإفريقية وعالمية. عاد البلايلي سريعا للمشاركة مع الترجي التونسي في مباراة ودية أمام مستقبل فابس، وظهر بشكل مميز وقدم مستويات مميزة عكس المتوقع، لكن بعض الأزمات ظهرت كذلك خلال هذه المواجهة. في أول ظهور له مع الترجي التونسي قدم البلايلي تمريرته الحاسمة الأولى مع باب سويقة في التجربة الثالثة، لكنه ظهر بمستوى بدني أقل من المطلوب، ليبقى أمامه عملا كبيرا يقوم به على المستوى البدني. العديد من المراوغات المميزة والناجحة التي اشتهر بها البلايلي كانت حاضرة في المواجهة الودية، لكن نقطة الضعف الوحيدة كانت اللياقة البدنية التي منعته من تقديم أفضل مستوياته مع الفريق. في الفترة الحالية يخضع البلايلي لتدريبات قاسية، وخاصة خلال معسكر الترجي التونسي استعدادا للموسم الجديد، حتى أن الجهاز الفني وضع له برنامجا تدريبيا عسكريا لإعادته لمستواه الفني الطبيعي من جديد. الترجي استعاد يوسف البلايلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويواصل الجهاز الفني العمل مع البلايلي بشكل مكثف لمنحه الفرصة للعودة من جديد لمستواه المعهود، خصوصا مع التحديات الكبيرة التي تنتظر باب سويقة في الموسم الجديد. الترجي أمام العديد من التحديات بخلاف الدوري والكأس في تونس، فأمام الترجي منافسات دوري أبطال إفريقيا التي خسر لقبها في المباراة النهائية، وذلك أمام الأهلي المصري في الموسم الماضي، بخلاف دوري السوبر الإفريقي وكأس العالم للأندية، فيما يبحث البلايلي عن عودة من جديد لمستواه حتى يعود لصفوف المنتخب الجزائري.